مساء السكر، مساء البطاطس التحفة. شايفين الجمال؟ شايفين شرايح الطماطم الجميلة والفلفل؟ كلامي النهاردة بقى لمين يا جماعة؟ كلامي للستات الحلوين اللي بيكلموني، اللي هم عملاء اصلا يعني، بس يعني بتكلمني عشان خاطر عايزة تقنعني ان هي تيجي تشتغل معايا. غير طبعا ان حضرتك لازم يكون عندك مؤهلات وشهادات عشان تشتغلي في كيتشن، وفي شهادات هتطلعيها والكلام ده كله. اهم حاجة حضرتك انك تبقي انسانة مطيعة وعارفة ان في حاجة اسمها ريسيبي وتلتزمي. انت لما هتيجي تطبخي انا ماليش دعوة بطريقة الاكل بتاعت بيتك اللي عاجبة الناس اللي حواليكي. لما هتيجي تشتغلي معايا حضرتك هتبقي ليكي دعوة بحاجة اسمها ريسيبي. ريسيبي، عارفة الكلمة دي يعني ايه؟ لازم تبقي عارفة حاجة اسمها اصول المطابخ ايه، والهيراركي بتاع المطابخ ايه، وكل اكلة انت هتشتغلي فيها او ناوية تتخصصي انك انت تطبخيها، اصل الاكلة دي ايه، ايطالي ولا ايه بالظبط. حاجات كتير لازم تبقي عارفاها، مش بس انا بس عشان يعني منعا للاحراج، والله انا مش عارفه اقول لهم ايه، بس منعا للاحراج يا جماعه انا ماليش دعوه ان الاكل اللي انتوا بتعملوه بيعجب المحيط بتاعكم. انا ليا دعوه ان الاكل اللي انت هتعمليه هنا يبقى اكوردنج لحاجه من الاتنين، يا ريسيبي يا ذوق العميل. يعني لو الاكله مصري اصلي صميم يبقى ذوق العميل ايه، ملحه ايه، بيحب ايه، السمنة كتير السمنة قليل، الملح كتير بفلفل من غير فلفل كده. لكن طريقة الاكل اللي انت بتطبخي بيها في البيت للناس اللي انت معاهم واللي بتعجبهم مش هي دي اللي انت هتعمليها هنا. يا رب كده المعلومة دي تكون واضحة. شكرا.